السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي المتابعين في فيديو جديد، أخبار محلية وأخبار قارية وعربية نبثها لكم في هذا الفيديو. فرجاء الاشتراك ووضع زر اللايك للفيديو والدعم دائما، وشكرا لكل المتابعين الوفياء للقناة. أول خبر هو خبر مفرح للجمهور الجزائري، حيث أكدت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت الإيطالية على العودة المؤكدة للوسط الميدان الجزائري إسماعيل بن ناصر. والخبر جاء مفرحا لأن هذا اللاعب قد يعود قبل شهر من الكان وسيصل على الكان ويشارك فيه، حيث قالت أن أول مباراة له ستكون بعد العودة يوم 17 ديسمبر، وبالتالي يمكن لإسماعيل بن ناصر المشاركة في مباراتين أو ثلاثة مع ناديه أسي ميلان، ثم مباراتين تحضيريتين مع المنتخب الوطني، وبالتالي قد يكون جاهزا ولو بنسبة 60 إلى 70% للدفاع عن ألوان المنتخب الجزائري في كان كوديفوار المقبل. في الشارع الجزائري انتشر صراع بين الأنصار وانقسام كبير في الآراء، فالبعض منهم يدافع على بالماضي ودائما يبرر له كل الأخطاء وكل الإيجابيات التي يمدحها دائما، أما الطائفة الأخرى أو الفئة الأخرى فهي التي تنتقد بالماضي بحق أو بغير حق. فالطائفة التي تدعم بالماضي أصبحت لا تقبل حتى أن تقول أن المنتخب أداؤه سيء مع الصومال وأداؤه سيء في شوط مباراة الأمس الأول. أصبحت لا تقبل أي انتقاد ضد بالماضي، يقدسونه يمجدونه يمدحونه وقريبا أن يعبدونه. صحيح، علينا أن نحمي المنتخب الوطني، أن ندافع عن المنتخب الوطني، أن ندعم المنتخب الوطني، ولكن ليست لهذه الدرجة. الأمس تابعنا نقاش حاد بين الصحفي حسين جناد، الذي كنت دائما أعتبره وما زلت أعتبره من أنصار روراوة والفاف القديمة، هو حفيظ دراجي والجماعة. أمس تكلم في نقاش حاد مع مصطفى معزوزي، وأعطى براهين وأدلة على أنه بالماضي منحت له كل الصلاحيات وهو من يختار كل شيء. أما الآخر وهو المدافع على بالماضي فلم يكن له تقريبا أي حجة، وبقي يقول علينا أن نحمي المنتخب، علينا أن نساند المنتخب، نحن الصحافة يجب أن نكون مع المنتخب، ولكن لا يمكننا أن نكون مع المنتخب وهو لا يسير في طريق جيد. صحيح، المنتخب فاز بالأمس، صحيح لا يمكن تغيير المدرب قبل شهرين من الكان، صحيح أن البديل غير موجود لخلافة بالماضي، خاصة بعد أن أمضى مجيد بوقرة عقد تدريبي في الدوري القطري، ولكن لا بد من تحسن. في المنتخب الوطني لا يقدم كرة قدم جيدة ولا يقدم مستوى جيد منذ عدة سنوات، وهذا الأمر كررناه وتحدثناه دائما وكنا دائما نقوله، وهذا الكلام لا يمكن للناس التي تدافع عن بالماضي أن ترفضه، لأنه كلام منطقي وصحيح. لو تلاحظ المنتخب الوطني من 10 أشواط يلعب لك شوط أو شوطين جيدين فقط. بالأمس قلنا اجتهادات عمورة، تألق ماندريا هو الذي جاب المباراة وليس بالماضي. صحيح عمورة دافع عنه وقال نحن بتعليماته نطبق تعليماته وبهذا أمكننا أن نفوز بهذه المباراة، ولكن الكلام هذا جاء بعد الفوز، فلو قدر الله كانت الخسارة أو التعادل كان سيكون كلام آخر. وبصراحة المنتخب الوطني ليس جيدا مع بالماضي في الوقت الراهن، لكن عليه بالتحسن، فالوقت ما زال والوقت كافي للتحضير إلى التظاهرات القادمة. كأس إفريقيا على الأبواب، وإذا وصل مثلا فيه إلى أدوار متقدمة فيمكنه المواصلة ومحاولة تأهيل المنتخب إلى كأس العالم 2026. لكن لو لا سمح الله وكانت النتائج سيئة في كأس إفريقيا القادم فلن يكون لا بالماضي ولا للمدافعين عنه أي فرصة في الدفاع مرة أخرى عنه، وستطاله الإقالة بشكل رسمي. في بطولة الجزائر بالأمس شباب بلوزداد فاز في آخر الدقائق على شبيبة القبائل وبهدف نظيف. بلوزداد بهذا الفوز 12 نقطة خلف بارادو صعيبة 13 والمولودية 15. صدارة هذا الموسم عاصمية للأندية العاصمية بجدارة واستحقاق. كذلك أخبار المنتخب الجزائري حتى نخلط قليلا بين البطولة المهمة، كل الأخبار خاصة بالمنتخب ومحلية. المنتخب الجزائري سيقفز في التصنيف القادم إلى المرتبة 29 بعدما كان 33 في التصنيف السابق. تقريبا هذا ما لدينا في الشأن المحلي، حتى لا نطيل الكثير وننتقل بالنسبة للتصفيات الإفريقية.
والآسيوية كذلك عندنا غدا مباريات. فنبدأ بإفريقيا. اليوم لعبت عدة مباريات وتستكمل مباريات اليوم بعد ساعة من الآن بمباراة مالي الذي يستقبل منتخب إفريقيا الوسطى، ومدغشقر يواجه تشاد في مباراة لحساب مجموعة غانا. هذه مجموعة المباراتين لحساب مجموعة غانا. كوديفوار أنهى مباراته في غامبيا قبل قليل وبهدفين نظيفين، هدفين لكوامي مهاجم فيورنتينا وفوفانا متوسط ميدان نادي موناكو. المنتخب الإيفواري القوي الآن وهو يكشر عن أنيابه بقوة ويؤكد للجميع أنه مستعد للفوز بكأس إفريقيا القادمة التي سينظمها في ميدانه. منتخب بدا لنا مكتمل الخطوط ومكتمل الصفوف، وأكد اليوم في بانجول بعدما سحق السيشل بتساعية نظيفة وشكك البعض في قوة المنتخب، لكنه اليوم برهن في غامبيا، ومنتخب غامبيا الذي لعب كأس إفريقيا سابقة جيدة سقط اليوم ضد فيلة كوديفوار. المنتخب التونسي في ورطة بعدما فاز غينيا الاستوائية خارج الديار وبهدف نظيف في لايبيريا، بعدما طرد لايبيريا لاعب في الشوط الأول بعدما تلقت هدفا من منتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 10. سبق وأن قلت في فيديو سابق أن منتخب غينيا الاستوائية سيكون خصما عنيدا للتوانسة بعدما نافسهم عدة مرات، وها هو يسبقهم في الترتيب ب6 نقاط في انتظار مباراتهم الغد الصعبة في بلونتير في مالاوي أمام منتخب مالاوي الذي لن يكون سهلا بعدما فاز في اللقاء الأول خارج الديار في ليبيريا بهدف نظيف. الأمور صعبة لتونس غدا، والتفوق على غينيا الاستوائية يبدو جليا أنه لن يكون سهلا. المنتخب المغربي كذلك يلعب غدا مع تنزانيا، مباراة تلعب غدا على الساعة 8 ليلا. منتخب ليبيا كذلك يستقبل الكاميرون، وهناك دربي عربي مصغر بين منتخب موريتانيا ومنتخب جنوب السودان إذا حسبناه على العرب منتخب جنوب السودان. اليوم كذلك جيبوتي المنتخب العربي سقط ضد منتخب غينيا بيساو في ملعبه بهدف نظيف، وغينيا بيساو بهذا الفوز تؤكد الانطلاقة الجيدة بعدما عادت بالتعادل من بوركينا فاسو. ها هي تفوز اليوم وتقلص الفارق على مصر إلى نقطتين في انتظار غدا مباراة إثيوبيا وبوركينا فاسو الصعبة. أيضا مجموعة الجزائر غدا فيها مباراتين. المنتخب الغيني المرشح لمنافسة الجزائر يحل ضيفا في بوتسوانا على منتخب بوتسوانا، ومنتخب الصومال يلاقي أوغندا في مباراة تحصيل حاصل بينهما من أجل المشاركة المشرفة وتعطيل أحد المنتخبين الجزائري أو الغيني والمساهمة أو الفصل في تأهل واحد من كليهما. تقريبا هذا ما لدينا في قارة إفريقيا. ننتقل فقط نسينا جنوب إفريقيا التي غدا تلعب أيضا في ملعبها، وهي مرشحة كذلك لتصدر المجموعة بعد ما فازت في اللقاء الأول وتعادل نيجيريا مرتين، مرشحة لرفع رصيدها إلى 6 نقاط حينما تواجه منتخب ليسوتو غدا. كذلك نتحدث عن منتخب الكاميرون أو غانا عفوا الذي يواجه جزر القمر في مباراة صعبة بين الفريقين، هما فازا في البداية ب3 نقاط كليهما، وسيكون الصراع صعبا بينهما. وقد منتخب جزر القمر في اعتقادي هو المنتخب الذي سيحسم من سيصعد بين غانا ومالي في هذه المجموعة، بالإضافة للمواجهة المباشرة بينهما. هذا المنتخب قادر أن يهزم غانا وقادر أن يهزم مالي، قادر نعم، خاصة في ميدانه يقدر يتعادل أو يفوز عادي، لأنه في كأس إفريقيا الأخيرة برهن على إمكانيات لا بأس بها. هذا المنتخب محترم جدا، قد يشكل صعوبات للمنتخبين. نعم، ننتقل بسرعة إلى آسيا الآن ونتكلم عن التصفيات الآسيوية غدا. غدا عرب آسيا، المنتخب السعودي والأردني في مباراة عربية جيدة. السعوديين لتدارك المعاناة في الأشهر مع مانشيني الأخيرة، محاولة الفوز ضد منتخب النشامة اللي في بعض الحالات يفاجئنا بأداء جيد ويقدم مباريات. ونتذكروا مباراة كأس آسيا 2011 وفوز الأردن على السعودية بهدف بهاء عبد الرحمن، أن ذاك المنتخب السعودي كان سيء والمنتخب الأردني كان لعب بطولة جيدة. يعني المنتخب الأردني في بعض الحالات يفاجئنا كما قلت، هو ضعيف على كل حال ودايما تقريبا كان ضعيف، ولكن يفاجئنا أحيانا، مثل في 2019 فاز على سوريا ب2-0، كان المنتخب السوري مرشح. ساعات يدير لك مباريات جيدة.
منتخب الإمارات والبحرين في ديربي إذن كبير لمجموعة اليمن والنيبال، مباراة ضعيفة بينهما من أجل الصدارة. الإمارات البحرين، العراق في فيتنام كذلك من أجل الصدارة، مباراة صعبة للمنتخب العراقي. مباراة تلعب على الساعة 3 بتوقيت بغداد، 1 بتوقيت الجزائر. مباراة صعبة للعراقيين في هانوي. فيتنام سيكون خصما شرسا. فلسطين واستراليا غدا على الساعة 5 بتوقيت مكة. مباراة المنتخب اللبناني يواجه أستراليا. فلسطين. لبنان ترحل إلى بنغلاديش. المنتخبات العربية نتكلم عنهم فقط. المنتخب العماني في مباراة صعبة في كيرغيزستان، أعتقدها مباراة صعبة لكنه ربما قد يفوز لأنه منتخب عمان عنده بعض الخبرة. القطريين يلعبون في نيودلهي كذلك مع المنتخب الهندي. الكويت تواجه أفغانستان. الله أعلم المباراة تلعب في أحد البلدان العربية لأن التوقيت والساعة 8 ليلا بتوقيت مكة، وهذا التوقيت رسميا المباراة تلعب في الخليج ولن تلعب في العاصمة الأفغانية كابول. كذلك كوريا، الصين، إيران، أوزبكستان وسوريا واليابان في مباراة صعبة للمنتخب السوري. المباراة ستكون صعبة، والمنتخب الياباني ربما غدا سيحسم الأمور هو الأستراليين أمام سوريا وفلسطين ويأكدوا على صدارة المجموعة. وإذا تمكن المنتخب السوري أو المنتخب الفلسطيني من إحراج اليابان أو أستراليا فسيكون خصم شرس وند قوي من أجل التأهل إلى كأس آسيا القادم. أنا في اعتقادي أن اليابان وأستراليا سيحجزان هذا المركز الأول. القطر السعودي كذلك مطالب بالفوز، القطري كذلك مطالب حتى يتصدروا المجموعات وتكون لهم حظوظ أوفر في كأس العالم، لأنه كأس آسيا تأهل لقطر أو السعودية أو اليابان أو أستراليا أو العراق، فهذا أمر ليس إنجاز كبير. المنتخب العراقي سبق وأن فاز بكأس آسيا و2015 نصف نهائي كأس آسيا، مثل الأخضر السعودي بطل آسيا مرتين، لعب نهائيين أو خسر نهائي 2000 في سنة 2000 في لبنان و2011 2007 عفوا مع المنتخب العراقي. فالأخضر السعودي سيذهب إلى آسيا للقب، يعني هو الآن إذا ما تأهلش كأس العالم فهذه المنتخبات لن ترضى على أنفسها تماما. الآن نذهب للتصفيات الأوروبية بسرعة حتى نختم. اليوم أوكرانيا إيطاليا، مباراة منتظرة بعد ساعة ونصف من الآن، مباراة قوية جدا في العاصمة البولندية فارشافا. لأن الجميع يعلم أن أوكرانيا لا تلعب في ميدانها بسبب الحرب. مباراة مثيرة من أجل المركز الثاني خلف الإنجليز اللي يروحوا إلى مقدونيا الشمالية في تأكيد فرصة تأكيد الصدارة. قمة كذلك في براغ اليوم، تشيك مولدوفيا، مباراة كبيرة من أجل التأهل. تشيك 12 مولدوفيا 10. مباراة إذا فازت مولدوفيا ستتمكن من مرافقة المنتخب الألباني في مفاجأة كبيرة في هذه المجموعة، وتخرج تشيك وبولندا، فالأمور صعبة. في مجموعة فرنسا وهولندا الأمور حسمت، فهولندا تلعب في ميدانها مع جبل طارق، فرنسا تذهب إلى اليونان. ومجموعة كذلك الدنمارك محسومة، المباريات تلعب فيها شكلية. غدا قمة بين إسرائيل ورومانيا، عفوا سويسرا ورومانيا من أجل صدارة المجموعة السابعة. المنتخب الإسرائيلي الثالث وربما عنده فرصة إذا فاز على أندورا غدا يراقب السباق في صراعه مع منتخبات هي الثوالث مونتينيغرو، ويلز والبقية. ويلز تلاقي تركيا اليوم من أجل تأكيد المركز الثالث، لأنه كرواتيا في ميدانه سيفوز أمام منتخب أرميني صاحب 8 نقاط. فتقريبا حيكون الصراع من أجل الثوالث، لأنه تقريبا الثواني حسمت: سلوفينيا، الدنمارك، فرنسا، هولندا، إيطاليا أو إنجلترا حاليا، إسبانيا، اسكتلندا، سويسرا، رومانيا في مجموعة، ألبانيا في انتظار تشيك ربما اليوم، كذلك مجموعة صربيا، هنغاريا. هذه المنتخبات المشاركة في اليورو بشكل يعني رسمي، كذلك البرتغال وسلوفاكيا. فالأمور محسومة على كل حال. على كل حال نتمنى أن الفيديو أعجبكم، نتمنى الاشتراك الدائم، الدعم الدائم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي قريبا بإذن الله.